يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار، يا بركة رمضان املي املي بيتنا عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنشوف المشتريات بتاعتنا علشان شهر رمضان الكريم، وهقولك على الاسعار، وكمان هقولك ايه اللي تجيبيه وايه اللي ما تجيبوهوش، لان احنا كده كده بنشتري، فهنشتري الحاجه اللي توفر معانا في الكميه وكمان في سعرها، لان الحاجات دي كلها مش انا اللي جايباها لوحدي، في حاجات انا جايباها وفي حاجات بصراحه الحاج ربنا يبارك لنا في عمره هو اللي جايبها لي. فاقول لكم هو جايب لي الحاجه ازاي، وهقول لكم انا كمان بجيب الحاجه ازاي. اولا اللي معايا دي بقى التوابل دي طبعا احنا عملنا فيديو للتوابل جميل جدا. انا عندي توابل مطحونه مجهزاها لشهر رمضان، لو عايزين تتفرجوا على الفيديو بتاع التوابل يا ريت تدخلوا تشوفوه، فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. وبرده ما استكفتش بيها، زي ما انتم عارفين طبعا ان شهر رمضان بيبقى فيه هلك كتير في الحاجات اللي زي دي. المهم ما جبتهاش مره واحده، انا كل ما بروح عند العطار معايا 10 جنيه زياده بجيب بيها كزبره، معايا 10 جنيه زياده بجيب بيها كمون، معايا 20 جنيه زياده بجيب بيها كده يعني. المهم ما برجعش من عند العطار فاضيه، او ما برجعش من عند العطار معايا فلوس، بشطب كل الفلوس اللي معايا عنده. اجيب بقى نص كيلو دقيق، نص في نص زي ما انتم شايفين كده. وده بسبوسه، ده دقيق بسبوسه جايبه برده نصين، وكمان عملت منه، ما استنيتش بقى شهر رمضان، عملت منه بسبوسه جميله جدا ان شاء الله هنزلها لكم في الفيديو، مقاديرها تحفه ان شاء الله، اللي هيعملها باذن الله هتعجبه جدا. يا ريت بقى لما انزل فيديو البسبوسه تدخلوا تشوفوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيعجبكم. المهم دلوقتي دي بقى لسان عصفور، كنت جايبه نصين، كان الكيلو ب 28 جنيه، دلوقتي الكيلو ب 32 جنيه، زيه زي المكرونه، نفس سعر المكرونه. ودي شعريه كنت جايبه 3 كيلو، برضو ما كنتش جايباهم مره واحده، كنت جايبه كل كيلو لوحده، يعني كل مره كنت بجيب كيلو. كان الكيلو ب 28 جنيه، وبرده دلوقتي بقى ب 32 جنيه. زي ما قلت لكم ان انا من فتره عماله بشيل لشهر رمضان، وعايزه اقول لكم مش حكايه شيل والله يا جماعه ولا حاجه، هي حكايه بس تدبير في البيت. هو ان شاء الله ربنا الرزاق، يعني حتى اللي ما جابش ان شاء الله ربنا هيرزقه ويجيب باذن الله، يعني لان في ناس ممكن تقولك طب انت كان فايض معاكي عشان كده جبتي، احنا الفلوس مش مكفيه معانا اصلا. والله هو ربنا الرزاق يا جماعه ما بينساش عبيده ابدا. كانت امي دايما تقول لي ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الدوده في الحجر، مش هيرزقنا احنا البني ادمين، ان شاء الله ربنا هو الرزاق، وان شاء الله كله على الله. بس احنا نستغفر ربنا كتير ونصلي على رسولنا الكريم كتير، وان شاء الله ربنا هيفرجها من اوسع الابواب. وهو جاي لنا فرصة شهر رمضان الكريم اهو، نستغفر كتير ونصلي على النبي كتير ونقرا قرآن ونصلي، دي فرصة كبيرة جدا المفروض ما نضيعهاش من ايدينا ابدا، وان شاء الله ربنا هيوسع علينا كلنا باذن الله. احنا كده بقى ما قلناش على اسعار البلح ولا اسعار القمر الدين. البلح ده تمر يا جماعه، اللي هو البلح الطري، البلح الطري ده احنا بنحب نفطر بيه كده ساعه الفطار في شهر رمضان، نفطر بيه ناكله كده ونشرب وراه شويه ميه. وبرده بنجيب البلح الناشف اللي بنبله في ميه او بنبله في لبن او بنبله في قمر الدين. سعر البلح ده بقى تقريبا كده والله اعلم، لان ده بصراحه الحاج هو اللي جايبه لنا، ده تقريبا ب 55 او ب 60 جنيه، او ممكن يزيد او يقل عن كده، بصراحه مش عارفه سعره بالظبط ايه. المهم بقى اللي معايا ده رز الساعه، رز الساعه كنت جايبه منه 5 اكياس، كل مره برده كنت بجيب كيلو، الكيلو ب 37 جنيه، بس ده رز نضيف وكويس جدا. وكمان الكيلو كيلو، يعني الكيلو لو جبتيه وحطيتيه على الميزان بتلاقيه كيلو بالظبط، لكن اي حاجه تاني مغلفه بتلاقي الكيلو 900 جرام، علشان كده بحب اجيبه. وكمان لو عندك عزومه في رمضان وهتعملي كميه رز كبيره جدا او كميه رز على بعضها مره واحده، لما تعملي من رز الساعه بصراحه بتديكي نتيجه ممتازه. فهي الحاجه الوحيده اللي بحب اجيبها مغلفه هو رز الساعه، لكن اي حاجه بعد كده بحب اجيبها السايبه، بتبقى مظبوطه جدا في الوزن، وكمان بسعرها بيبقى اوفر شويه من الحاجات المغلفه. زي المكرونه دي مكرونه الملكه، دول 10 اكياس من مكرونه الملكه، برده مش انا اللي جايباهم، هو تقريبا الكيس ب 16 جنيه. الكيس طبعا نص، المفروض ان هو نص كيلو، بس هو طبعا مش نص كيلو، زي ما بقول لكم الحاجه المغلفه بتبقى قليله شويه في الوزن. انا والله ما بجيب الا المكرونه السايبه على طول، بجيب المكرونه السايبه من عند العطار بتاعنا، عطار نضيف وضمن حاجته، وبجيب كل حاجتي منه، وطبعا انا اولى بالفرق في السعر وفي الوزن. المهم دي بقى معانا باكيته من شاي العروسه. شاي العروسه ده الباكو فيه 40 جرام، الباكو ده بيتباع ب 11 جنيه، لو هتشتري باكو واحد كده لوحده، لكن مع الباكيته دي مع بعضيها الباكو واقف فيها ب 10 جنيه. بصراحة ما بحبش اجيبها، انا بحب اجيب الربع كيلو على بعضه، الربع كيلو على بعضه اولا بيبقى اقل في السعر، وكمان بيبقى فيه البركة عن البواكي الصغيرة. فبصراحة برضو مش انا اللي جايباه الشاي الصغير ده، وانا بحب زي ما بقول لكم اجيب الربع كيلو على بعض.
ده بقى سكر. السكر ده كنت جايباه كان الكيلو ب 48 جنيه. كنت برضو كل ما بنزل كده كنت بروح جايبه كيلو واروح راكناه. ده بقى ربع كيلو من البندق، ده بندق من غير القشر. البندق من غير القشر كان ب 680 جنيه. اما بقى اللي هو كان بالقشر كان ب 350 جنيه تقريبا. وده ربع كيلو من اللوز، كان عامل 580 جنيه. اللوز المقشر كان عامل 580 جنيه. وده ربع كيلو من جوز الهند. جوز الهند كان عامل 200 جنيه. الربع كيلو كان عامل 50 جنيه. وده ربع كيلو من الزبيب. الربع كيلو الكيلو كان عامل 190 جنيه. كان في زبيب تاني بس الزبيب التاني غامق. الزبيب ده طبعا حلو جدا. لما تشتري الزبيب تشتري الزبيب الفاتح الجميل ده كان عامل 190 جنيه. والتاني كان عامل 150 جنيه وفي 160 جنيه. يا ريت تشتري من الزبيب الفاتح عشان بيبقى زبيب طازه وبقى طعمه كمان جميل. دي بقى سمنه كريستال الكيلو، اللي هي العلبه الكيلو. دي والله ما اعرفش سعرها ايه، بس هو عامه الكيلو بيتباع ب 120 جنيه. كيلو السمنه بيتباع ب 120 جنيه. انا لما بجيب سمنه بصراحه بجيب السمنه السايبه. عشان الكيلو بيبقى كيلو بالظبط، وبتبقى هي نفس السمنه بس بتبقى اوفر والوزن مظبوط جدا معانا، وبتبقى نفس الشركه كمان. فزي ما بقول لكم الحاجه اللي بتبقى سايبه بتبقى اوفر بكتير. ندخل بقى على المنظفات ده انا جايباه مسحوق صابون للمواعين. انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده عملت فيه مسحوق المواعين، ده كان تحفه. بس مش نفس الشركه دي. الشركه التانية كان اسمها هايلوكس، بس للاسف مش موجود منه دلوقتي. فعشان كده جبت دون اسمه هافلوكس. العبوه دي بتعمل 8 كيلو ب 30 جنيه. هو بصي مش نفس نتيجة التاني او مش نفس كمية التاني كمان. التاني كان جميل جدا، بس هو حاجة برضو بنمشي نفسنا بيها، لان طبعا زي ما انتوا عارفين مواعين رمضان بتبقى كتيرة جدا، فلازم نبقى عاملين صابون موفر. انا عاملة فيديو للصابون برضو تحفة جدا لنفس العبوات دي، بس زي ما بقول لكم هايلوكس. يا ريت تدخلوا وتشوفوه. بتجيبي العبوه من دي بتعمل معاكي كميه صابون جميله جدا. والله من ساعه ما جربته في البيت بقيت اجيب على طول العبوات دي واعملها في البيت على طول. ما بقيتش اشتري صابون جاهز ابدا. والاكياس البيضه اللي كانت في ايدي دي ده اوكسي الاوتوماتيك للغساله الاوتوماتيك. كنت جايبه 3 كيلو وكان الكيلو ب 54 جنيه. دلوقتي برضو الكيلو بقى ب 50 جنيه. كنت برضو بجيب كيلو في كيلو كده. واللي في ايدي دي بقى اكياس ملح. يا ريت بقى تجيبي لك كميه وفيره برضو من الملح، عشان ما تجيش ساعه الفطار وتبصي ما تلاقيش عندك ملح. هاتي ملح عندك بالزياده، مش هيخسر والله. الحاجه في البيت مش هتخسر. المهم احنا ما قلناش على سعر القمر الدين. القمر الدين اللفه كانت ب 75 جنيه. وعلى فكره انا السنه اللي فاتت عامله قمر الدين كان تحفه بالبرتقال والجزر. والله العظيم كان تحفه وقعد عندي اكبر فتره ممكنه فوق ما تتخيلوا. كان في منتهى الجمال. بس السنه دي والله ما عملتش. فزي ما بقول لكم بقى الحاج جاب لنا لفتين القمر الدين دول. وهنا الشاي بقول لكم لما تجيبوا الربع كيلو هيبقى احسن بكتير، هيبقى اوفر ليكي بكتير. ودي بقى ازازه الخل دي جبتها ب 10 جنيه. انا كنت بجيب الثلاث ازايز ب 10 جنيه. جبتها بقى المره دي الواحده بس ب 10 جنيه. المهم ده بقى قمر الدين اهو. انا دي بوريه لكم اهو. هو الماركه بتاعته كويسه وكمان لونه فاتح وجميل. لما تجيبي قمر الدين نقي قمر الدين اللي لونه فاتح، ما تجيبيش قمر الدين اللي لونه غامق. يبقى لونه فاتح وريحته حلوه اهو. نعمل بيه شويه عصاير ولا نعمل بيه شويه مشمشيه او نبل فيه البلح. وهنا باكد عليكي ان انت تجيبي الحاجات السايبه هتبقى اوفر ليكي بكتير في السعر وفي الوزن. وكمان تجيبيها من عند عطار مضمون عشان تكوني متاكده من نظافه الحاجه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.